السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك وزد على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هعمل معاكم النهاردة المكرونة السويت أند صور بطريقة سهلة وجميلة ولذيذة. ويلا بقى نشوف الكلام الجميل ده اتعمل ازاي. أول حاجة هنجيب صدور الفراخ وهنكون غسلها كويس، هنقطعها مكعبات براحتك، مكعبات صغيرة مكعبات كبيرة، الحجم ده يرجع لك انت. انا قطعتها مكعبات كبيرة شوية عشان مش بحبها تكون ناشفة قوي في التحمير. هنقطع الكمية كلها. هنتبل الفراخ بالملح والثوم البودر، وهنقلب الكلام ده كله كده مع بعضه. وبعد كده هنجيب كيس فيه نشا، انا استخدمت النشا، وهنقلب الفراخ كلها في النشا. براحتك، عايزه تستخدمي دقيق براحتك، عايزه تستخدمي نشا زي ما انا استخدمت براحتك، لحد ما الفراخ تتغلف كلها بالنشا. بعد كده هنزل في زيت غزير بالفراخ، ومجهزة شبكة، طاسة عبارة عن فيها شبكة، يعني هطلع فيها الفراخ عشان تصفي كل الزيت اللي فيها. هي لسه كده ما خلصناش الكمية كلها، كده خلصنا بقى الكمية كلها. اوريكم اهو. نطلعها احسن على الشبكة عشان تصفي، لو فيها زيت ولا حاجة تصفيها. زي ما انتوا شايفين كده طلعنا كل الفراخ وخلصنا كمية الفراخ كلها. هنسلق المكرونة بالطريقة العادية جدا، وانا اخترت المكرونة الفوتوتشيني. براحتك، عايز تعمليها بالمكرونة الاسباجيتي براحتك، عايزة تعمليها بالمكرونة الفوتوتشيني زي براحتك، مفيش اي مشكلة خالص. هنسلقها عادي خالص بالطريقة العادية. بعد كده هنعمل الصوص بقى كوباية كاتشب على كوباية صويا صوص او عايري بالفنجان، ومعلقة خل كبيرة، وملح وشطة وسكر بني، معلقتين سكر بني. السكر البني مهم جدا في الصوص ده. بعد كده هنحط كمان كوبايتين مية، هننزل بكوبايتين مية، وكمان معلقتين نشا علشان الصوص لما نحطه على الخضار والفراخ يتقل معانا. هنشيل بقى كل اللي واقع مننا ده كده ونقلب الصوص كويس جدا. تمام كده الصوص اتقلب معايا كويس جدا اهو. بعد كده هنروح بقى على البوتاجاز، هنجيب طاسة هنحط فيها زيت زي ما انتوا شايفين كده. وبعدين ننزل باول حاجة معانا هي الجزر، هننزل بالجزر. طبعا انا مسرعه الفيديو، هنشوح الجزر كده تشويحتين، مش عايزينه يدبل قوي. وعلى فكرة انا قطعت الخضار مكعبات، انت حابة تقطعي الخضار بتاعك شرايح براحتك. بعد كده قلبنا الجزر تشويحتين كده، ونزلنا بالبصل هنشوحه برضو تشويحتين. وبعد كده هننزل بالفلفل الالوان زي ما انتوا شايفين كده اهو. نزلنا بالفلفل الالوان احمر واصفر واخضر، الشكل تحفة. المكرونة كانت روعة بجد. انا قصدت ان انا اقطع يعني الخضار مكعبات علشان يعني زي ما تاكليها كده، تاكلي الفراخ بالشوكة، تاكلي برضو الخضار بالشوكة. بعد كده نزلنا بشوية من الصوص، ما نزلناش بالصوص كله، هننزل برضو كمان بالفراخ، وهنرجع نحط بقية الصوص. هرجع ازود تاني صوص. تمام كده، وهرجع احط تاني بقية كل الصوص معاه. حسيت ان هي محتاجة كمان، فهننزل ببقية الصوص. نزلنا بيه كله اهو، وهنسيبها بقى ايه تغلي غلوتين كده، وهي اصلا هتستوي على طول. عايزة الخضار بتاعك يبقى ادبل من كده براحتك. هي كده خلاص استوت، الصوص تقل زي ما انتوا شايفين اهو. وغرفنا المكرونة وغرفنا الفراخ. ولو وصلتم لحد هنا من الفيديو يا ريت ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب، واكتبوا لي تعليق حلو وقولوا لي بتتابعوني منين،
واشوفكم في فيديو جديد، ويلا مع السلامة.